اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد لي سيغار كيجيو بالخضره، كيجيو لذاذ بزاف وساهلين وربما غادي يعجبوكم تصاوبوهم في رمضان. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا هنايا عندي واحد ربع مكوره صغيره، جوج جزرات، جوج قرعات، جوج بصلات صغيورين، جوج فلفلات، وهنايا شفتوني زدت واحد مزيودات صغيورين حارين. طحنتهم كاملين بالطحانه كما شفتوا، يعني ساهلين كدوزهم في الروبو كيتطحنوا رقاق. كما كتشوفوا هنا عندي الزبده، عندي هنايا كنور ديال الحوت، غادي نزيد الملح والابزار والزيت وغادي نخليهم يتقلاو على النار حتى يتدبلوا مزيان، ونرجع لكم عاد نقول لكم شنو غادي نديروا من بعد. شوفوا قطعت هنا الفلفله الحاره ديالي، انا كنستعمل الفلفل اللي كيجيني ساهل غير بالمقص، اذا انا غادي نديرهم فوق النار كنطبخوها على نار مهيله. حاولوا البنات ما امكن ما تضيفوش الماء، لان كما عارفين المكور راه كيرخي الماء، البصله حتى هي الجزر، حاولوا تبقاو تديو وتجيبوا فيها تتشحر مزيان، لان الا زدتوا الماء غادي تجي شويه باسله. اللهم خليها تشحر بالقوام ديالها، يعني بالمكونات ديال الخضر بلا ما نضيفوا الماء. اذا حبيباتي من بعد ما درنا هاد الخضر هادي تقلات مزيان في الزيت والزبده، غادي ناخذ جانبا هنايا عندي لاداند، غادي نشحرو بشويه ديال الملح والابزار والزبده. من بعد غادي ناخذ الشعريه الشينوا، غادي نرقدها في الماء دافي شويه، ومن بعد غادي نزيد لهم هاد لاصوص اللي بغيتكم تشريوها. هذه الصلصه ديال المحار غزاله فعلا، كتعطي واحد النكهه زوينه للبريوات. اذا باش ما نتلفكمش غادي نمشي نشحر هاد لاداند هذا ونرجع لكم. حبيباتي كما قلت لكم على الشعريه كنديرها غير في الماء دافي، راني قطعتها وكنعاود نتاكد بهذه الطريقه بانها تقطعات مزيان. من بعد غادي نحاول نمزج هاد المكونات ديال الشعريه. هنايا كما كتشوفوا عندي شويه ديال المعدنوس، واخر لمسه غادي ندير لاداند وداك لاصوص. نصف المكونات فقط في الاول مع شويه المعدنوس. هاد لاصوص هادي فعلا كتعطي واحد المذاق غزال بزاف، المذاق ديال البحر. انا عاد شريتها عاد جبتها. بهذه الطريقه هذه كنحاول ندير شويه د لاصوص. كنحاول نخلي المكونات يتداخلوا مزيان بيناتهم. وغنضيف شويه ديال العداد عاوتاني. انا كنخلط وفي نفس الوقت كنضيف هاد لاصوص. اذا البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نكمل هذه وغادي نكمل الباقي غنخلطهم. اذا حبيباتي هذه هي الحشوه ديالنا واجده، طقسها الصراحه مذاقها رائع جدا. هاد لاصوص كتعطيها المذاق بانه فعلا ديال الحوت، مع العلم انها كما شفتوا غير بالخضار ولا دند. غادي ندوزو ان شاء الله، غادي نوريكم الحشوه الثانيه.
الحشوه الثانيه كما كتشوفوا هنايا عندي لاداند والبصله، يعني المقدار ديال لاداند اللي عندك مع البصله مع شويه معدنوس كتقطعيه في الربو. كيتقطع رقيق. دابا غادي نديروه في المقلاة مع الزبده والملح والابزار فقط. الملحه والابزار والزبده غادي نخليها كتشحر مزيان، ومن بعد غادي نقول لكم شنو غادي ندير. اذا حبيباتي بالنسبه للعدد كما كتشوفوا ها هو ها هو ها هو طاب، ما بغاش تخرج، ها هو طاب. هاد الطريقه هذه اللي درتها بصراحه زوينه وسريعه بالنسبه للموظفات ورمضان، يعني سريعه ما فيهاش تماره بزاف. تقريبا هنايا عندي واحد زلافه ديال اللادان مع جوج بصلات درتهم في الربو مع المعدنوس كما قلت لكم. درت تقريبا هنايا 2 معالق الزبده والملح والابزار. حتى كتاكدوا البنات مزيان بان الزبله بان البصله انا صافي كاو تتاكدوا مزيان بان البصله دبلات مزيان، يعني مابقاش كتغزز في الفم صافي. اذا شنو غادي ندير دابا هنايا؟ غادي نقول لها الله يعاونك ياك. غادي نزيد هنايا كما كتشوفوا واحد شويه ديال الزيتون، هنايا كما كتشوفوا جانبا عندي واحد الطريف الفرماج احمر غنخليه اخر حاجه، وهنايا 4 ديال الفرماج مثلثات غادي نضيفهم لهاد الحشوه. كتجي غزاله، كتجي زوينه بزاف، يعني ما معروفاش بزاف بانها ما كتبانش بانها بالبشاميل. اللي كياخدها كيتهيأ له كيتهيأ له بانه كياكلها كلها لادام بالفرماج. كما كتشوفوا هنايا عندي الحليب السطرو غادي نديرو كامل. هنايا قبل من هذا كما كتشوفوا هنايا عندي لاصوص الجيريان هذه غنخليها اخر لمسه. وهنايا عندي 2 معالق ديال الدقيق، يعني انا بهذه الطريقه بحال اللي كندير البيشاميل صافي. الفرماج غادي نخليه هو الاخير. كنحاول نخلط مزيان وغادي نرجعها فوق النار كما كتشوفوا هنايا. بطريقه اخرى درنا البيشاميل، ولكن هذا البيشاميل مسمى مزيان بلا داند والبصله، يعني في داك لاصوص اللي شحرنا فيه البصله وهذا درنا البيشاميل. من غادي ترجعوها النار غتحاولوا تحركوا مزيان ما تخليوها تعقد. ومن بعد فاش غادي نجيبها انا غادي نوري لكم فاش غادي نجيبها عاد غادي ندير ليها الفرماج المحكوك وهاد لاصوص الجيريان غادي ندير تقريبا واحد 2 معلقات. حبيباتي هذه هي البشاميل ديالنا من بعد ما وجدات كما كتشوفوا، يعني شدات راسها مزيان. اذا في هذه المرحله بالضبط غادي نضيف ليها الفرماج محكوك، واكيد كما كتشوفوا هنايا الزعتر يعني كميه لا باس بها. الزعتر كيعطيها نكهه زوينه. انا واقيلا ما عرفت شكون هي فورماطاني. اذا غادي ندير الفرماج ديالي كتعطي مذاق غزال بزاف. كنظن بركه عليها. غادي نخلط مزيان رائحه يا سلام. كما قلت لكم
اخر حاجه غادي نديرها هنايا هي انني غادي نزيد هاد لاصوص ديال لاصوص الجيريان. هادو بعد التعديلات ممكن نزيدو على البراوات، في نفس الوقت كيعطيو نكهه زوينه. ما غنكثرش هنايا، تقريبا غير معلقه، ها جوج، ها ثلاثه، بركه، باش ما نغطيوش عاوتاني على المذاق ديال الفرماج وديال البيشاميل والزعتر. الفرماج بدا كيتعلق. صافي هذه غادي نخليها تبرد، وغادي نوريكم العماره الثانيه ديال. انا الصراحه فاش كنوض نصاوب البريوات كنصاوب الحشوات في دقه، كنجيب الورقه كنعمر، اللي غادي ناخذو اللي غادي نخبعو في المجمد كنخبعو، يعني كيكون عندي تقريبا واحد الاسبوع، كيكون واجد فاش كنتشهى هكا البريوات كنجبدهم ولا السيجار. بالنسبه للحشوه الثالثه هي ديال صراحه فعلا هادي كتشهي، راه غادي تبرد وغادي تشد راسها، يعني هانتوما غتشوفوا ما غاديش تعذب لكم فاش غتبغيو تعمروا. بالنسبه للحشوه اذا حبيباتي، بالنسبه للحشوه الثالثه ديال الدجاج، يعني كلشي معروف عزيز عليه ديال الدجاج. انا درت واحد الطريقه اللي هي سهله عجبتني بزاف، وفعلا انا دقت غير هذه عجبتني، يعني حراك هذه النوغا بقات. المهم ما عليناش، ما غاديش نقطع وغادي نكمل. انا كما قلت لكم انا كندير لكم فيديوهات بلا زواق بلا حتى حاجه، لان الهدف ديالي ماشي نبان عليكم ولا شي حاجه، الهدف ديالي انني نفيد فقط. المهم غادي نعاودوا قبل التنقيزه شنو كان قلنا الدجاج، انني درت تقريبا دجاجه مع نقول لكم واحد 6 البصلات درتهم في روبو تقطعوا رقيقين، يعني نصبت الدجاجه ديالي عاديه، زولتها حيدتها وخليت داك التغميره تقلات مزيان، زدت ليها شويه ديال القرفه، زدت ليها البيض، زدت ليها السكر، زدت ليها غير شويه السكر ماشي بزاف، زدت ليها السكر وخليتها تجمعات مزيان. صافي خديت الدجاجه ديالي فرتتها، يعني هو في الاصل انا كنخلي داك التغميره بوحدها والدجاج مفرتت بوحدو، كندير داك العقده ديال اللوز اللي موالفين كنديرو ديما. هنايا لا، هنايا راني خلطت كلشي، خلطت الدجاج بهذيك التغميره ديالو وزدت له هذا عملو ديال الكاوكاو، فعلا جا غزال جيت بزاف. انا دابا هنايا عاوتاني غادي نزيد معدنوس كما شفتوا، لان هادشي راه درتو في الصباح، انا عاد غادي نكمل دابا. زدت له معدنوس وغادي ندوز لهاد الزليطه هادي، هيا عاوتاني نطلق هذا النوغا. هنا عندي تقريبا واحد كاس ديال سنيده مع كاس كبير ديال اللوز، غادي نطحنهم مزيان. هاد النوغا ما غاديش نخلطها، لا غادي نخلط هادو فاش نكون كنعمر البريوه ديالي، غنحط الحشوه من فوق منها شويه هاد النوغا وغادي نطوي. صافي هادو هما 3 ديال الحشوات ان شاء الله اللي وجدت. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم طريقتي، لانني انا كنحاول نعطيكم وصفات اللي هما ساهلين وفي طبيعه الحال اللي غادي يكونوا لذيذين. غادي نجمع انا هاد الروينه، لان كما عارفين الطويان خاصو الوقت وخصو تكوني جالسه. غنجمع روينتي وغنطحن النوغا ديالي، ونقدر نوريكم شي وحدين اللي غادي اللي نكون كنطويوهم. نور متتبعي قناه شهوات حنان امرنيس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد الكيك ديال البرتقال، يعني كما شفتوا انه متواجد بكثره الحمد لله. غادي نحاول نستغلوه ونصاوبوا به شي حاجه اللي هي مفيده. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا هنايا 4 البيضات، كاس، المهم نفس العبار غادي انا اختاريت ندير هاد الزلافات، يعني تقريبا واحد كاس ديال العنبه، هنايا كاس ديال السكر، نفس المقياس زيت، نفس المقياس 2 ديال الدقيق، هنايا مقياس ديال الماء كما كتشوفوا هنايا ما باينش في الكاميرا. عندي 2 برتقالات، واكيد غادي نحتاج واحد قشره حامضه. هنايا عندي 3 الخمارات حمر والزا. اذا غادي نعاود المقادير. عندي 4 البيضات، كاس سنيده، كاس زيت، 2 كيسان ديال الدقيق، كاس ماء،
جوج برتقالات، قشره حامضه الزا، وثلاثه الخمارات حمر. اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نقشر هاد البرتقالات هادي، غادي نديرهم في مولينكس مع هاد كاس د الماء ونخليهم يتطحنوا مزيان.